بعد النبوة هيحكي صلى الله عليه وسلم إن اللي كان بيرمي عليه السلام ده الشجر والحجارة فعلا، والنبي قال كمان إني لا أعرف مكانه الآن، أنا عارف الحجر اللي كان بيسلم عليه. حاجة كمان، ربنا حبب إليه الخلوة، بقى بيفضل يقعد لوحده أكتر ما بيقعد مع الناس، بقى يروح غار حراء كتير فوق جبل اسمه جبل النور، أصلا طلوعه بياخد ساعة أو أكتر تقريبا، والغار عبارة عن تجويف أو كهف صغير كده، يقدر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشوف الكعبة من فوق، ويقعد في الغار يتفكر في خلق الله ساعات، وكان بياخد أوقات أكله وشربه معاه عشان يقعد بالأيام. وفضل النبي على الحال ده لحد ما جت اللحظة الحاسمة، لحظة التقاء سيد الملائكة بسيد البشر. سيدنا النبي أتم 40 من عمره، هينزل جبريل في ليلة من الليالي على محمد وهو في الغار. القرآن بيوصف منظر السماء إنها اتملت حرس وجنود من الملائكة. هو إيه اللي هيحصل؟ القرآن الكريم هيبتدي ينزل على النبي. جبريل نازل بكلام الله رب السماوات والأرض ومالك الملك العزيز الرحيم. النبي في الغار في ليلة غير مقمرة وفي منتصف الليل، ومحمد قاعد لوحده، ويقول هبط علي ملك فأخذني فضمني ضمة شديدة وعصرني حتى بلغ مني الجهد، تعبت، ثم تركني وقال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فضمني تاني وقال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني وضمني لثالث مرة حتى ظننت إنه الموت، ثم تركني وقال لي اقرأ، قلت ماذا أقرأ؟ فقال جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ومشي واختفى جبريل. الليلة دي بقى كانت ليلة القدر، فقد قال الله إن أنزلناه في ليلة القدر. تخيلوا صعوبة الموقف على النبي. هتعمل إيه دلوقتي يا رسول الله؟ النبي من كتر مهابة الموقف وعظمته فعلا كان خايف جدا، ونزل بسرعة من على الجبل لحد ما وصل لبيت خديجة وهو بيرتعش وعرقان في نفس الوقت، وقال زملوني زملوني غطوني. سيدة خديجة وضعت على النبي الغطاء بسرعة حتى سكن، سابته لما هدي خالص، وبعدين قالت له احكي لي ايه اللي حصل. فضل النبي يحكي، ردت عليه خديجة سيدة نساء العالمين وقالت له كلا والله لا يخذلك الله أبدا، مش معقول ده يكون شر هيأذيك أو غضب من ربنا عليك. وبدأت تفكره بالحاجات الحلوة اللي بيعملها في حياته عشان تطمنه وتثبته. طمنته إن أكيد خير، بس إيه اللي هيحصل بعد كده